اوعى حلاوة البدايات تخليك تنسى ان لسه في اطفال تانية غيره. مش عشان اول طفل داخل عندك المدرسة فعايز تقدم له في مدرسة ب50,000 جنيه مصروفاتها وانت اصلا مرتبك 3000. انك تدخل ابنك او بنتك مدرسة بمصاريف عالية اعلى من امكانياتك مش بيقف بس زي ما بقولك عند مصاريف المدرسة، لا كمان انت كده دخلته في مستوى اجتماعي معين. يعني لازم كل طلباته زي صحابه تكون مجابة. عندك لانش بوكس ونوتيلا ورحلات حفلات لبس معين، كل الحاجات دي طالما هو في المدرسة معاهم لازم يعمل زي صحابه. فما تدخلش نفسك في دايرة انت مش قدها. الموضوع ما بيقفش عند ال50,000 جنيه مصاريف المدرسة ان انت هتعرف تحوشهم او تعرف تجيبهم ولا لا. كمان لسه عندك كتب خارجية وكتب مدرسية وادوات مدرسية ويونيفورم وحفلات وانشطة. المدارس اللي زي دي بيكون عندها حاجات، والحاجات دي كلها بالفلوس، يعني لازم تدفع. يعني مش دفعت ال50,000 جنيه بس وسكت على كده، لا لسه كلها حاجات هتطلب منك وكلها حاجات بالفلوس ولازم تدفع. وانك لو جيت بعد سنة او سنتين عايز تنقل الطفل من المدرسة اللي هو فيها عشان مش قادر تدفع مصاريف المدرسة، ده هيعقد الطفل نفسيا، لان في كتير من الاطفال ما بيقدروش يتعايشوا مع الجو اللي اتحطوا فيه. زي مثلا يلاقي نفسه بعد ما كان الفصل 20 طفل لقى نفسه في فصل 70 و90 طفل. كتير من الاطفال بيتعقدوا نفسيا وبيعرفوش يتعاملوا مع الجو ده. وحتى لو ضغطت على نفسك واستلفت وخدت قروض وعملت جمعيات عشان الطفل الأولاني يخش المدرسة دي، راعي ان لسه في أطفال تاني غيره أو عنده اخوات تانيين. ما تجيش على حقهم هم كمان. يعني مش عشان تدخل أول واحد مدرسة كويسة فهم بعد كده تظلمهم وتقول أنا ما معيش فلوس غير لأول واحد بس وهم يخشوا بقى مدرسة حكومي أو مدرسة أقل أو كده. لا، هتعمل فرقة بين الأطفال وهيبدأوا يكرهوا بعض. على فكرة بيركزوا جدا في الحاجات دي، ولما هيكبر هيقولك دخلت اخويا مدرسة نظيفة وانا استخسرت فيا. فمن الاول كده ريح نفسك وساوي بين الاطفال في التعليم، كله تعليم في الاخر، بس الاهم ان انت تركز معاهم في التعليم. مش ان انت تدخلهم مدرسة غالية وما تبقاش مركز معاهم، بيذاكروا ما بيذاكروش، بينجحوا بيسقطوا، بس كده.